بيت الرزاز هو عبارة عن مجمع سكني أثري بيرجع تاريخه للعصر المملوكي. نتج عن ضم بيتين كبار لأسرتين بعد زواجهم في أوائل القرن ال19، وبيرجع الإنشاء الأصلي للقرن ال15 على يد السلطان قايتباي، وتوسع واتطور في مراحل زمنية كتير لغاية ما بقى دلوقت بيشمل أكتر من 190 غرفة، فناءين كبار، فناء شرقي والتاني غربي. بيقع البيت بالحي الدرب الأحمر بمدينة القاهرة، وبيطل واجهات المبنى الخارجية على شارعين، شارع باب الوزير من الجهة الشرقية وشارع سوق السلاح من الجهة الشمالية، وهي واجهات صغيرة الحجم بالمقارنة لمساحة العقار اللي بيصل ل 3400 متر. وبيقع بيت الرزاز بين شارع باب الوزير بالدرب الأحمر وسوق السلاح في نص المسافة بين القلعة وباب زويلة. بيتكون البيت من قسمين، القسم الشرقي الصغير وبيرجع تاريخ بنائه للقرن ال15 ويعرف بمنزل السلطان قايتباي، أما القسم الغربي الكبير فبيرجع للقرن ال18، قام ببنائه الأمير أحمد قطخدة الرزاز سنة 1778، بالإضافة إنه جدد القسم الشرقي. وسمي البيت على اسم أحمد قطخدة عزبان الرزاز اللي توفى سنة 1833، وهو ابن مصطفى قطخدة الرزاز اللي توفى سنة 1805، ابن خليل أغا الرزاز اللي توفى سنة 1640. وخليل هو تركي الجنسية من أسس الرزازية، وبيطلق لقب قطخدة العزبان على أمراء الجيش العثماني اللي أجبروا على إنهم ما يتجوزوش خلال فترة الخدمة، وكانت مهمتهم هي حماية سكن الوالي بالقلعة. ولقرب خليل قطخدة العزبان من الوالي منحوا إدارة حرفة الرزازة، وهي مسؤولة عن جمع محصول الرز في مصر، ومن هنا لقب بالرزاز.